مع بعض الملوخية الخضراء بطريقة جميلة جدا جدا، وسر نجاحها وريحتها اللي تحفة. انا عندي ملوخية اهي، كنت مفرزاها عندي في قلب التلاجة، كنت عاملاها امبارح وفرزتها وحطيتها زي ما انتم شايفين. جايبة نص كوباية شوربة بضيفها عليها كده ولحلحها شوية. طبعا انا خرطاها جامد جدا، في ناس بتعملها نص خرط كده بتبقى ايه يعني خشنة شوية، مش عارفة انا طبيعتي بحبها ناعمة وجميلة في قلب الحلة، ما احبهاش خشنة. طبعا بحطها، احاول ان انا افكها كده في نص كوباية الشوربة زي ما انتم شايفين. تمام كده هي زي ما انتم شايفين اهي، انا بلحلحها بنص كوباية الشوربة. وبعدين بضيف عليها نص كمية التوم بتاعي اللي انا دقاه. التوم بتاعي ما دقاه، بقرن فيه توم وقرن فلفل اخضر والكزبره الناشفه بتاعتي. تمام كده، وبقلبها عليها وبلحلحها كويس جدا جدا جدا. وبكون حاطه كوبايتين شوربه على النار عشان خاطر افضي عليها الملوخيه بتاعتي. في ناس بتحبها تخينه، في ناس بتحبها رفيعه، بس انا هعملها وسط لان اللي عندي بياكلوها وسط، لا بياكلوها تخينه ولا بياكلوها رفيعه خالص. زي ما انتوا شايفين اهي اتلحلحت كلها اهي، بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها. انا دلوقتي هروح على البوتاجاز عشان افضيها على كوبايتين الشوربه. ورجعنا لكم اهي، ادي دول كوبايتين شوربه على النار اهي عماله تغلي. لازم الشوربه بتاعتي تغلي وانا بنزل عليها الملوخيه بتاعتي. تمام، ادي الملوخيه بتاعتي اهي، بسم الله. انا فضيت الملوخيه بتاعتي اهي زي ما انتوا شايفين اهي، لازم تتقلب كويس جدا جدا اهي. شايفين بسم الله ما شاء الله قوامها عامل ازاي، جميله جدا جدا جدا. افضل اقلب فيها كويس جدا كده. طبعا انا ما اسيبهاش يعني كتير على النار، بس انا افضل اقلب فيها لغايه اما احس ان هي استوت كويس جدا. تمام، انا هضيف على الشوربه بتاعتي، عندي هنا 2 ماجي فركتهم بايدي، وعندي حبه شطه صغيرين ورشه سكر صغيره هي احطها عليها. يبقى انا حطيت على الملوخيه بتاعتي 2 ماجي وحبه شطه صغننين طبعا عشان ما تبقاش حاميه عشان اللي عنده اطفال، ورشه سكر صغيره جدا عشان تبقى خلي طعم الملوخيه حلو. واي اكل تعمليه ممكن تحطي له رشه السكر بتاعته. طبعا هي لو تخينه هتضطري تعملي ايه، هترفعيها. انا عندي شوربه طبعا سلقت اللحمه بتاعتها موجوده جنبي اهي على الحله، واول ما تلاقيها طبعا غلت كويس جدا كده اهي، بصي بتبقبق ازاي من النص. واول ما تستوى طبعا هتحطي عليها لو هي تخينه جدا هتضطري طبعا تزوديها شوربه من عندك، عشان في ناس عندنا بيحبوها تخينه وفي ناس يحبوها يعني ملحلحه كده شويه ما تبقاش تخينه قوي اهو زي ما انتوا شايفين اهي. وطبعا انا حضرت بقيه التومه بتاعتي اهي، بقيه التومه بتاعتي اهي، حط عليها حته سمنه فلاحي عشان احمرها واحط الطشه بتاعتنا العجيبه. ادي الملوخيه اهي، بسم الله ما شاء الله، ريحتها تحفه جدا وجميله قوي قوي قوي. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. في ناس بتحبها طبعا الملوخيه تخينه يعني خشنه شويه، وفي ناس بتحبها ناعمه. انا بحبها من ناعم، من النوع اللي هو الناعم، على اساس بتبقى مش ظاهره قوي في قلب الحله. طبعا انا ضفت عليها الثوم والكزبره والفلفل الاخضر اللي انا حطيته. الملوخيه دي لها تكات روعه وجميله، يا رب تعجبكم. ولو عجبتكم طبعا انتوا عارفين هتعملوا ايه. اهو بصوا ابتدت شكل كده من نفسها اهي، بتغلي مع نفسها. طبعا ما سيبهاش تغلي كتير لغايه ايه ما تقطع مني، لا انا عايزاها كده عشان تفضل بقوامها زي ما هي. تمام، انا شويه وهشيلها من على النار وهحمر التومه بتاعتها ونشوف الطشه بتاعتها. اهو حبايبي انا حطيت طبعا باقي التومه بتاعتي والفلفل الاخضر والكزبره،
وبحمرها اهي زي ما انتم شايفين. تحمر معايا بقى والله ريحتها تحفه تحفه، جميله جدا جدا. هتشوفوها بقى وهي بتتطشطش كده وبتدي الطشطه العجيبه بتاعتنا بتاعت الملوخيه. معلش المقلاة الزحزح من ايدي. ادي الطشه بتاعتنا اهي، بصوا جميله ازاي، بمعلقه ايه زبده كده او سمنه فلاحي بتكون ايه، بتكون افضل. طبعا انا هنزلها من على النار، هطفي عليها، وبعدين كده زي ما انتم شايفين هفضيها على الملوخيه بتاعتي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. حطينا الطشه بتاعتنا الجميله التحفه، وريحتها جميله جدا جدا. ممكن دلوقتي تدوقوها لو محتاجه ملح ايه. انا طبعا لحلحتها شويه بشويه شوربه، لحلحتها حبه اهو بشويه شوربه، بقت جميله اهي زي ما انتم شايفين. وان شاء الله تاكلوها بالف هنا وشفا على قلبكم. وباذن الله تعالى لو عجبتكم الملوخيه بتاعتي ابقوا يعني جربوها وشوفوا، ان شاء الله تطلع تعجبكم وتبقى حلوه جدا جدا. ابقوا فعلوا لي الجرس واشتركوا لي وعملوا لي تعليق، وتاكلوها بالهنا والشفا باذن الله على اللي هياكلها. وعامله جنبها طبعا رز طبعا ابيض الحمد لله. وهنغرف الطبقين وهوريها لكم قدامكم دلوقتي باذن الله تعالى. اهو حبايبي انا حضرت اهو الغدا بتاعنا. ادي الملوخيه ريحتها تحفه جدا جدا جميله جدا، ومعانا طبق الرز بتاعنا. وده كان غدانا النهارده. طبعا عندنا لحمه مش قرداحي، والله في لحمه بس انا ايه ما حطيتهاش فوق الملوخيه عشان لما اقدمها يبقى ليها منظر احلى من كده يعني. تمام. ادي وغدانا النهارده الملوخيه بتاعتنا الجميله الخضراء بتكتها باذن الله. هكتب لكم الوصف ان شاء الله فيها كل تكه انا عملتها فيها. تحفه جميله جدا وريحتها خطيره. اتمنى تعجبكم. لو عجبتكم فعلوا لي الجرس واشتركوا لي، وان شاء الله اقدم لكم باذن الله كل جديد ان شاء الله. بارك الله فيكم وعليكم واشكركم جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.